السلام عليكم خوتنا وخواتاتي العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يلقاكم الفيديو ديالي اليوم في احسن حال. وانتم كتشاهدوا الوصفه ديال اليوم كما كتشوفوا بريوات بالدجاج والخضره كيجيو خطيرين البنات بواحد الطريقه اللي زوينه، اللي تقدروا ديروا كميه كبيره تحتفظوا بها في المجمد اللي الاستهلاك على حساب رمضان، او لا تخزنوها الوقيته اللي تحتاجوها تجبدوها بواحد الطريقه اللي زوينه، وواحد لاصوص اللي كترافقها اللي كتجي زوينه واعره بزاف. كيجيو مقرمشين وزوينين ولذاذ. نتمنى تتبعوا معايا الوصفه حتى الاخر. الى نالت الاعجاب ديالكم ما تنساونيش خوتي من البارطاج ومن الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس ديال التنبيهات اللي باش توصلوا كاع بالوصفات اللي كنشارك في القناه. تبعوا معايا حتى الاخر. اول حاجه البنات انا خدمت 3 ديال الدجاجات صغار، 3 دجاجات اللي درتهم طيبتهم في مريقه عاديه بالعطريه بالحامض المصير. المهم طيبتهم هما طابوره طفيت عليهم. هانتوما تقدروا تشوفوا الحمات اللي راهم صافي راه طايبين مزيان. صافي غادي ندوز باش غادي نقيهم، غنزول منهم العظام، نزول منهم الجلد، نزول اي حاجه اللي زايده. غادي نخلي غير الحيمات. صافي هنا البنات عندي واحد الفلفله كبيره خضراء، فلفله كبيره حمراء اللي قطعتهم، ولكن مازال غنضربهم في هذا الهاشوار ديال الليل. هذا تيخدم مع الليل راكم عارفين، وهذا اللي باش غادي نرقق به. وعندي هنا 2 بصلات اللي قطعتهم رقاق، ولكن مازال غادي حتى هما نضربهم في الهاشوار. صافي البنات انا هنا درت بصلات تشحر مع واحد المعلقه ديال الثومه مطحونه اللي عندي في الثلاجه كما العاده تنخدم بها دائما. غادي نطيح هاد البصيله ديالي، وهذيك الفلفله اللي ضربتها في الهاشوار انا غنديرها. الفلفله بالنسبه للعطريه انا وجدتها هنا. عندي واحد المعلقه ديال التحميره، نص معلقه ديال الخرقوم، معلقه كبيره ديال السكينجبير، شويه ديال الابزار، درت كنور ديال الدجاجه البنات والزعفران. هذه هي الاقامه اللي غادي ندير. الملحه ما غاديش نديرها لحقاش الدجاج ديالي راه مالح، وغادي ندير الصلصه ديال الصوجا في الاخر، داكشي علاش ما بغيتش نزيد الملحه. صافي غنخلي هاد الخضره ديالي طيب، غنخلي هاد الخضره طيب. صافي البنات هذيك الشعريه الصينيه صافي غادي نكب عليها الماء طايب. غادي نخليها واحد شويه. عندي هنا الربيع اللي قطعته، عندي صلصه الصوجا، الدجاج ديالي ها هو نقيته، ها هو واجد. هذيك الشعريه الصينيه راني دايرها 5 دقائق دابا باش هي مرطبه. صافي انا غادي نقطعها هكذا، غادي نصفيها. صافي هنايا ديك الشرمونه هي تشحرات ليا مزيان.
كلشي طاب توقف هذيك الزويته. غادي نزيد هذيك الشعريه الصينيه. صافي غنخلط هذيك الشرمونه ديالي مزيان. غادي نزيد شويه ديال الصوص الصوجا، جهد واحد 3 د المعالق كبار ديال صوص الصوجا. صافي غادي نخلط مزيان. صافي البنات هذه هي الورقه اللي باش غادي نصايب. المهم عندي هنايا هذه ديال وقيلا 20 سنتيمتر، معرفتش شنو راهم دايرينها. المهم هي صغيره نقسمها على 3. غادي نحاول نطويها هكذا ونقسم على 3. المهم عيني ميزانيه هكذا. هكذا نحاول هادو اللي ما غاديش ندخل صافي البنات. انا دابا غنبدا نمونطي، عندي كلشي واجد. ها هي الخلطه ديالي، ها هي الخلطه ديالي، ها هي واجده بردات شويه. عندي الورقه البنات، عندي الورقه صغيره، انا غادي ندير جوج. لا عندكم الورقه طويله ديروا غير وحده، يعني جوج ديال سميتو، وحده قدام وحده. صافي انا غادي نبدا دابا نحط. غادي نحتاج شويه ديال البيض في الاخر، غادي نزدي به. من الاول انا غادي نبدا غير نوجدهم ونحطهم. ها نتوما كيفاش غادي نتلت هكذا. تنحاول نسونطريها مزيان. صافي نديرها باش تجيني مسدوده من كاع، نضغط في الجنيبه باش تجيني مسدوده من جميع الجوانب هكذا. في الاخر انا غادي ندير نسدهم بالبيض. انا غادي نبدا دابا نوجد. ندير وحده اخرى هكذا. تتهزي هذاك المثلث الاولاني تقلبي على سميتو، تعاودي تقلبي الثانيه حتى تشد لك هذه المرحله الاولى هكذا. ملي تشد تتصير صافي تبداي تضغطي تدخلي الحشوه، تحاولي تقلبي في الداخل هكا هكذا هكذا. صافي تتمشي بنفس الطريقه وتزيري هاد البارتيه الاخرى ديريها لداخل. انا غندير وحده اخرى. حاولوا تزيروا مزيان ما تخرجش من الجناب باش ما تطرطقش لكم في الطياب. المهم الا بغيت ديروها في الفران ما تطرطقش، ولكن في الزيت اللي ممكن هكذا. نحاول ندخل هذه ديالي لداخل، اولا غادي نزديهم انا بالبيض وصافي. صافي البنات انا كملت. هاد الكميه هي اللي خرجت ليا، ولكن تسالات ليا الورقه البنات. باقا عندي يعني تقدر تخرج ليا واحد البلا بحال هذا. الكميه اللي بقات حتى الغدا ان شاء الله غادي نجيب الورقه
ونكمل البقيه. المهم انا غادي نطيب معكم هادو، غنقليهم غير في الزيت، وهادو غادي تحتفظوا بهم في المجمد في واحد البواطه اللي تكون تتسد مزيان. ديري الطبقه الاولى تسيباري بالورق ديال المطبخ ولا بالفيلم اليمونتير، وديري طبقه واحده اخرى وتكون تتسد مزيان في الكونجيلاتور. صافي في الوقيته اللي تتبغي طيبيهم، المهم الا كنتي طيبيهم في الفران خرجيهم واحد شويه قبل باش يذوقوا شويه، ديريهم في الفران. بغيتي دهنيهم بشويه الزبده هو هذاك، سينو الا كنتي غادي تقليهم عادي من المجمد تقدري تقليهم. صافي البنات انا هادو غنطيبهم غير في الزيت، ديروهم في الفران ديروهم، وغنطيب انا واحد الكميه على حسابنا حنايا. صافي البنات هذا هو الشكل النهائي ديالها اللي تنقدمها مع الصلصه، واحد لاصوص اللي كتجي زوينه بزاف، خليط ما بين الكاتشوب والصوص باربيكو والصلصه الصوجا، كتجي زوينه معاهم. صافي تنقدمها بالصحه والراحه. نتمنى الوصفه ديال اليوم ان شاء الله تعجبكم، تنال الاعجاب ديالكم، تكونوا استفدتوا منها. المهم كما قلت انا قليت غير حاجه اللي غادي ناكلوا اليوم، والباقي غادي نديرو في الكونجيلاتور، غادي نديرو في واحد البواطه اللي تكون مسدوده مزيان، وغادي نديرها في المجمد.